كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا هنعمل صينية اقتصادية مكونة من كفتة وطرب وبوريك لحمة وحواوشي ورز أصفر بالزبيب والسلطات بقى. صينية اقتصادية. هنبتدي بالبوريك. دولت عدد 2 بيضة. نص معلقة فلفل اسود، او معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة ملح صغيرة، ونص كوباية سمنة على زيت. عايزاها سمنة بس عايزاها زيت بس براحتك اللي يريحك. و3 معالق دقيق وكوباية لبن كبيرة. هننزل بقى بالسمنة على زيت او الزيت بس او السمنة بس زي ما تحبوا. وهننزل ب3 معالق دقيق وهندوبهم مع بعض كويس جدا. وهنكون مجهزين 2 ورقة جلاش. حسب الصاج، كان ممكن يخلص كله بس انا عملت صينية وسط. انت ممكن تعملي صاج كبير براحتك. انا عملت الصينية دي ل12 فرد. وكفت كويس جدا. دهنا قاع الصينية بالخليط اللي احنا عملناه. دهنا الورقة، بين كل ورقة وورقة بندهن من الخليط. هنحط 4 ورقات، بين كل ورقة وورقة بندهن الخليط. وادي تالت ورقة. وادي رابع ورقة. بعد كده بقى هنحط كمية اللحمة. لحمة معصجة عادي، يعني اي لحمة انت بتعصجيها بطريقتك براحتك. هي عبارة عن فكرة. بتبقى الصواني شكلها حلو قوي وعملية تقدير للضيوف يعني ظريفة. ده تاني رور. زي ما احنا عارفين، ما بين كل ورقة وورقة بندهن اللي بالخليط اللي احنا عملناه. واخر ورقة طبعا بنحط اللحمة وبنرص في الصينية. هنقطعها بقى وهنحط وهندهنها بنفس الخليط من على الوش. واللي عنده قشطة يحط اللي هي وش اللبن. اللي عنده قشطة علب براحته يحط على وش الصينية، على وش البوريك يعني. اللي عايز يحط من نفس الخليط بس ويستكفى براحته. انت عايزه تستكفي بس بالخليط من على الوش وخلاص مفيش مشكله، ودخليها الفرن. بنحطها في الفرن في النص، في الرف اللي في النص، وبنخليه درجه الحراره على 180 درجه. القشطه زي ما انا ما قلت.
دي شكلها بعد ما خلصت. هنكون مجهزين 1.5 كيلو مفروم، ملح وفلفل ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة الثلاث بهارات موجودة على القناة، ومعلقتين نشا و3 معالق دقيق، وده حوالي تمن برغل منقوع ومتصفي كويس جدا، وبصلتين احمر كبار، وقطعة ليا مبشورة وهي مجمدة، بنبشرها على المبشرة بتاعة البصل في حجم كده الاستفندية كده قطعة الليا، وبتفضلي تقلبي مع بعض كويس جدا. بعد كده بتكوني مجهزة طبق فيه نص كوباية مية على حبة زيت، 3-4 معالق زيت، وبعد كده بتكوني حاطة فلفل اسود والثلاث بهارات برضو، وبتصبعي، بتدهني ايديكي وبتصبعي، بعد كده ايدك بتبقى مدهونة من المية دي، وبتبلي برضو مناديل الطرب من قلب الخليط ده اللي انا عاملاه، ده اللي احنا بيخلي الكفتة بتبقى بتلمع كده وشكلها حلو وريحتها حلوة قوي. وبعد كده دخلتها الفرن. بعد كده جهزت معلقتين سمنة كبار وعليهم 3-4 معالق زيت، وحمرت فيهم الزبيب، وديهم بعد ما اتحمروا شلتهم. نزلت بعود قرفة ومعلقة توم بودرة ومعلقة بصل بودرة ومكعبين مرقة ومعلقة كركم ومعلقة كاري ومعلقة حبهان ومعلقة ورق لورا مطحون ومعلقة فلفل اسود ومعلقة كزبرة ناشفة ومعلقة ملح. وبعد كده بنزل بالمية، دي طريقة الرز يعني بتاعتي انا عامة. او بعد كده المية هي كانت مية مغلية، نزلت بالرز ولما ابتدى يتشرب قمت وطيت خالص وسبته بقى مع نفسه يتشرب على عين هادية خالص، وبيطلع زي الفل. هنعمل بقى سلطة الدقوس. تحطي طماطم الكمية اللي انت عايزاها، وواحدة فلفل رومي وواحدة فلفل حامي و3 فصوص توم، وكزبرة خضرة وليمونة ومعلقة خل ورشة سكر ومعلقة كزبرة ناشفة ومعلقة ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة ملح حسب الكمية. انا ما اقدرش اقول لكم بالظبط، انتوا عارفين الكمية اللي انتوا هتعملوها. وده الكمون ما تكتروش الكمون، نص معلقة كمون عشان ما تمررش، ومعلقة كزبرة ناشفة والكزبرة الخضرا اهي كمان، بس تحطيها بعد ما تضربي الطماطم. ودي الدقوس بعد ما خلصت بنزل كده على الوش بيها بمعلقة زيت زيتون على عسل ابيض، بس كده كده خلصنا الدقوس. دي السلطة الخضراء، طماطم، بصل احمر، فلفل رومي، فلفل حامي، فلفل اصفر، خيار، زيتون اخضر بتقطعيه قطع صغيرة، او فلفل حامي، ليمونة معصورة هنعصرها، وهنحط ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، وبعد كده دي رشة سكر. بعد كده هنحط برتقانة كبيرة نعصرها، وحوالي فنجان مية اللي بيحب مية السلطة، دي البرتقانة. رشة السكر حلوة قوي على السلطة، محدش يعني يستقل بيها، بتخلي الخضار طعمه جميل قوي. تحطي معلقة خل وليمونة والبرتقال لو موجود عندك. وكده عملنا الدقوس والسلطة الخضراء. هنعمل سلطة الطحينة برضو، لينك الطحينة موجود على قناة اليوتيوب. بنعصر ليمونة وبنحط الطحينة وبنحط كزبرة ناشفة والشطة حسب الرغبة وملح وفلفل وكمون، وبتحطي معلقة خل كمان. بتقلبي كويس بقى، وبعد كده بتديها المية السخنة
وما تنسيش فص ثوم واحد بس مفروم. طبعا الطحينة ليها كذا طريقة، انا قبل كده عملتها بالكوسة المطحونة ضربها في الخلاط مسلوقة، وبعملها مرة بالدقيق ومرة بعملها بالزبادي بس كده وطحينة بس. لكن يعني ما تعملوهاش بعيش، افضل انها بلاش عيش مبلول، دي ما بلاش. وبعد كده بقى حطيت كزبرة وكمون. ودي المية السخنة نزلنا بيها، وبعد كده هحط كوباية زبادي. الزبادي بيخليها لونها حلو قوي. كوباية زبادي صغيرة او حسب الكمية اللي انت بتعمليها. والطحينة كده خلاص جهزت، بقت جاهزة خلاص. الطحينة اديها خلصت اهي. وبعد كده بقى هنبتدي بقى ايه، والبوريك خلص اهو. وبعد كده بقى هبتدي بقى اغرف الصينية. الرز استوى وبقى زي الفل. حاولي وطي تملي على الرز بالزيت، سيبيه مع نفسه كده تنسيه على عين هادية خالص. حضرت بقى الصينية. دي الكفتة والطرب. وانا كنت عاملة حواوشي وفيديو الحواوشي موجود برضو على قناة اليوتيوب. غرفت الرز وبعد كده هرص الكفتة والطرب، وهرص البوريك والزبيب اللي انا كنت محمصاه برضو هنزل بيه على وش الرز. والحواوشي برضو هقطعه اربع وارصه برضو. والصينية دي كفت 12 فرد وبزيادة كمان. دي شكل الصينية بعد ما خلصت. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك. بحبكم في الله.